السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ اليوم راح ارجع لكم بوصفة جديدة وسهلة. هي وصفة سويس رول بالشوكولاتة. وصفة كلش بسيطة. المكونات اللي راح احتاجها لتحضير الوصفة: 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، طحين يعني طحين ابيض نص كوب، ملعقة اكل فانيلا، ثلث كوب باودر كاكاو، وهنا عندي 3/4 الكوب سكر. هنا عندي للحشو مالتها راح تكون كريم شانتيه. هسه اول شي راح اسويه، راح اخلط البيض بالخلاط. طبعا لازم اخلط البيض بالخلاط واوصل لمرحله يصير، هسه اشوفكم صورتها شلون حتى يكمل عندي. اذا البيض ما انضرب بالخلاط بشكل كامل ما تطلع النتيجه وما يطلع الكيك الاسفنجي. راح اضيف البيض وراح اضيف له السكر، راح اضرب بالخلاط اقل شي 10 دقائق. حبايب بهالاثناء راح انقل الطحين والكاكاو والفانيلا. خفقت البيض وصل هاي المرحلة اللي تشوفوها بهالشكل هذا، شكل كريمي. هسه ورا ما خفقته وصل هالمرحلة هاي. هسه راح اضيف عليه الطحين والكاكاو اللي اني نخلته. راح اضيف الطحين والكاكاو بالنخل، يعني اضيف شوية اسويها بالسباتشولا، ما اسوي بالماكينة، ولا اسويها ولا اخفقها هواية لانه ما اريد اخسر الهواء اللي اني حصلت عليه. حبايب مثل ما قلت لكم شوي شوي اضيف واخفق على كيفي حتى لا اخسر الهواء. اقلب تقليب. وانتبه لا يكون باقي عندي جوا طحين. كل ما تضيفون شوية شوية كمية الطحين كل ما تسيطرون على الطحين لأسن يدخل بالمزيج أسرع. إذا تضيفون هواي يصير بالأسفل الطحين يتجمع، تضطرون تقلبوها أكثر. ها آخر كمية باقي عندنا. ها آخر كمية باقي عندنا. حبايبي هاي بعدين خفقتها يعني خلطتها كلها. راح انزلها هسه بصينية فارشة عليها اني ورقة زبدة. اهم شي ما تدهنون زيت، ما تندهن الصينية بالزيت اللي تسوون بيها السويس رول، خلون ورق زبدة. يعني انتو شفتوا حتى زيت ما استعملنا احنا بالخلطة، بس البيض والطحين والسكر. هسه افرشها بالصينية.
هسه راح اخليها الفرن على درجة حرارة 165 لمدة 10 دقائق وارجع لكم ان شاء الله. حبايبي هاي الكيكة طلعت من الفرن، سويس رول مالتنا شوفوها بهالطريقة شلون طلعت، ما ملتصقة وعادي اقدر الفها بسهولة. بس هسه هي كلش حارة، انتظرها تبرد والفها شوية ما تبرد كلش حتى ابرمها واخليها مبرومة تنتظر الى ان احشيها. شوفوها شلون بسهولة النزع واسفنجية، اسمعوا الطريقة مالتها شلون بسهولة النزع واسفنجية. بايب هاي رجعت لكم بعد ان بردت. هسه عندي هنا مربى مشمش، شوية اخليها طبقة كلش خفيفة، يعني كأنه اذا ما عندكم مربى تقدرون شوية تساقوها بالفرشة عصير برتقال او عصير ليمون او عصير تحبون. اني بس شوية اخلي لها مربى مشمش بالوجه. هاي الخطوة تحبون انتو تستبدلوها باي نكهة انتو حابيها، يعني اي عصير تحبون انتو تشربون بيه بالفرشة. بايبي هسه عندي هنا 100 مل كريمة الخفق، عندي هنا كريم شانتيه راح اخليه اياه. ضرب واحد باكيت كريم شانتيه وابدي اخفق. بسم الله. هاي الكريمة بعد ان كملت تشوفون منظرها شلون صارت. هسه اخليها بالثلاجة شوية تبرد السويس رول واحشيها بيها وارجع لكم ان شاء الله. حبايبي هسه بعد ان فرشتها كلها بالمربى، هسه راح اضيف الكريمة عليها، افرش الكريمة عليها. هسه بعد ان عدلت سطح الكريمة وساويتها، هسه ابدي الف وابرم بمساعدة ورق الزبدة اللي انا خليتها جواها، يعني ما يحتاج اسوي ورقتين. خلصت فكيتها كملتها. يعني خلي جواها كلينج فيلم حتى اخليها بالثلاجة لكفد ساعتين 3 ساعات بالثلاجة. تاخذ القالب ويا الكريمة، يلا ازينها. ترتاح بالثلاجة وارجع لكم ان شاء الله. حبايبي هاي رجعت لكم بعد ما خليتها بالثلاجة تقريبا 3 ساعات طولت. اخذت هذا الشكل الاسوان تشوفوه ما شكل سويس رول. هسه راح ازينها ان شاء الله بشوكولاتة داكنة يعني سادة، وياها ملعقتين اكل زبد. عندي 100 جرام من الشوكولاتة السادة دارك شوكولا، وعندي ملعقتين اكل زبد راح اخليهم بالمايكرويف اذوبهن واشوفكم شلون حزينها. هاي الشوكولاتة بعد ان ذابت اصبها عليها.
حبايبي هاي بعد ان صبيت عليها الشوكولاتة بهالشكل هذا طلعت. هسه انتظرها شوية تبرد، تمسك عليها الشوكولاتة وازينها بالكريمة. حبايبي هاي السويس رول بعد انكمل وزينته بالكريمة. هذا الشكل النهائي، وان شاء الله يعجبكم. اذا جربوه ويعجبكم لا تنسون الاشتراك بالقناة وتضغطون على زر لايك وتسوون مشاركة للفيديو ويا اصدقائكم واحبابكم، وتتركوا لي رأيكم بالوصفة بأسفل الفيديو. إن شاء الله نشوفكم على خير بوصفة جديدة. مع السلامة.